اهلا بيكم فيديو جديد هنعمل فيه مع بعض سلسلة الموبايل التحفة جدا دي. يلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف احنا هنعملها ازاي مع بعض بطريقة سهلة وحلوة جدا. بصوا بقى، اول حاجة اللي انا محتاجاها ده خرز اللي هو الرابر. ده طالع موضة وترند قوي وحلو، الوانه كمان تحفة قوي. وكمان محتاجة ولاعة، ومحتاجة مقص، ومحتاجة مسطرة علشان خاطر اقيس بيها المقاس اللي انا محتاجاه. ومحتاجة الخيط ده احسن 100 مرة من خيط السنارة ومن خيط اللي هو الاستيك وكده، عشان بيبقى مطاط، ده متين وحلو واللي هو تقريبا بيعملوا منه الحظاظات، يعني في منه كمان الوان على فكرة لو مش عايزين اللون الاسود يعني. المهم انا باخد دلوقتي مقاس السلسله، انا عملتها حوالي 60 سنتي. وهبتدي بقى ان انا اقصها كده، وبعد كده هبتدي ان انا اساوي كده الخيط معايا كده زي ما انتم شايفين، علشان خاطر ابتدي ان انا اعمل اللي هي الجزء اللي بيتربط منه السلسله في الموبايل، في الجراب بتاع الموبايل. يعني الجزء ده انا عملته كده 6 سنتي. هبتدي بقى ان انا اربطه كده كويس. بصوا الطريقه دي سهله جدا جدا جدا. الجزء ده على فكره بيتباع منفصل بعيد عن سلسله الموبايل، لو انتوا عايزينه يعني. بس انا شايفه ان هو ملوش لازمه، وان كده السلسله بتكون احسن وامتن، يعني احسن ما تكون جزئين. وزي ما انتوا شايفين كده احنا عملناها بكل سهوله، وده كده خلصنا كده الجزء اللي هتتعلق منه السلسله في الموبايل. دلوقتي بقى ببتدي ان انا احرق معايا كده الخيط بالولاعة زي ما انتم شايفين كده، علشان خاطر يبقى امتن معايا وادخل الخرز بسهولة وما يكرش معايا يعني الخيط. دلوقتي بقى هبتدي ان انا اقص كده العقد اللي هو بتاع الرابر ده، علشان خاطر اطلع بقى الرابر منه وابتدي ان انا ادخله في سلسلة الموبايل بتاعتي. بصوا بقى، الوان الرابر ده ترند جدا وحلوة جدا، والوانه كلها تحفة بجد. طبعا انتي وذوقك بقى، الالوان اللي تفضليها وتحبيها تقدري ان انتي تستخدميها. انا بس بديكوا الفكرة و... وانتوا طبعا التصميم ده بتاعكم انتوا بقى وانتوا وذوقكم يعني. بس انا بوريكم ان هي سهله جدا وطريقتها سهله زي ما انتم شايفين. بصوا الرابر بيدخل بكل سهوله جدا في الخيط، ما فيهوش اي مشكله خالص ومش بيعذب خالص، بالعكس هي حاجه مسليه جدا. تقدري تعمليها انتي واولادك ويساعدوكي فيها. وتقدروا كمان تعملوا مع بعض كمان حظاظات. وان شاء الله ان عجبكم الفيديو اكتبوا لي في الكومنتات، وان شاء الله نعمل مع بعض كمان برضو حظاظات وحاجات حلوة جدا. كلها حاجات سهلة وتقدري انت تنفذيها في البيت بكل سهولة. زي ما انتم شايفين بقى، انا دخلت الرابر اهو بالالوان اللي انا عايزاها. وفي بقى اللي هو الخرز اللي هو الصغير ده بيبقى فيه منه الوان كتير برضو حلوة قوي. انا حطيته كده علشان خاطر افصل يعني بين الرابر وبين الخرز برضو اللي هو الايموجي ده. علشان خاطر يعني يديني منظر كده زي ما انتم شايفين كده. بصوا شكلها تحفة جدا. وهبتدي بقى ان انا اكمل رابر تاني، وبعد برضو لما ادخل برضو الالوان بتاعت الرابر اللي انا عايزاها يعني. اهو هبتدي بقى برضو ان انا احط خرز من اللي هو الصغير الالوان ده زي ما انتم شايفين كده، واحط برضو الايموجي. بصوا تقدروا ان انتوا توحدوا لون الرابر يعني زي ما انتوا عايزين، وتقدروا ان انتوا تعملوه ميكس الوان كده زي اللي انا عاملاها. يعني انتي وذوقك. بصوا انا بنتي اهو كانت بتساعدني زي ما قلت لكم. بصوا حاجه حلوه جدا، ده الايموجي اللي انا بقول لكم عليه اهو. بحط بقى تفسيره كده خرزه صغيره من اللي هو الالوان ده، وبحط بقى الايموجي كده. وبصوا بيبقى شكلها كيوت قوي وعسوله، تبقى حلوه جدا والطريقه حلوه قوي. كمان حاجه مسليه زي ما انا قلت لكم، وسهله قوي كمان. واحلى حاجه ان انت هتعمليها بذوقك انت، بالحاجه اللي انت تفضليها وتحبيها يعني. اهو زي ما انتم شايفين كده الرابر بيدخل معايا بكل سهوله. ودلوقتي حطيت بقى نجمة كده زي فاصل كده، قلت اغير شكل الايموجي يعني. بس بعد بقى ما خلصت كده السلسلة بتاعتي من الجنبين زي ما انتم شايفين كده، زي ما دخلت في الجنب ده دخلت في الجنب التاني. حطيت كده التعليقة اللي هي القلب اللي انتم شايفينها دي كده في النص. وهبتدي ان انا اربط السلسلة بتاعتي كويس جدا، يعني عقدتين كده كفاية قوي. اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا العليقه دي كده هتبقى في النهايه بتاعه السلسله، يعني تدي منظر كده. وهبتدي بقى ان انا اقص الخيط اللي هو الزياده زي ما انتم شايفين كده. بس وبعدين هبتدي بقى ان انا اعمل الخيط كده بالولاعه علشان خاطر ااكد كمان على قفلته مع الربطه اللي انا ربطتها زي ما انتم شايفين كده. اهو وادي سلسله الموبايل اتعملت بكل سهوله وحاجه تحفه. بصوا شكلها يجنن، بجد حلوه قوي.
اهو هبتدي بقى دلوقتي اهو اوريكم شكلها بقى كمان لما تركب كده في الموبايل. شكلها بجد تحفة. ده بقى كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. جربوا الفكرة كده وقولوا رأيكم ايه في الكومنتات، ويا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسونيش باللايك. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي بفكرة جديدة.